السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي. اللي مازال ما اشتركش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. نزيدو نكملوا مع الكوموند تاع النفاس تاعنا. اليوم الوصفه تاع اليوم هي صابلي تاع الليم. شكون اللي ما يبغيش صابلي تاع الليم؟ نديروه في العياد، نديروه في اي مناسبه زعما. نبداو على بركه الله بالوصفه. نسحقوا 250 غرام تاع دهان، ونسحقوا كاس سكر ناعم، ونسحقوا نص كاس زيت ورشه تاع الملح. نخلطوهم مليح مليح مع بعض بالباتر. استعملوا الباتر في الكاطو كاع، استعملوا الباتر. غير كي تجو ديروا فرينه ديروا يدكم باش هذوك المواد يدخلوا لكم غايه مع بعض. نعاود لكم، عندنا 250 غرام تاع دهان، 250 غرام تاع دهان، نزيدوا لها نص كاس تاع زيت، نص كاس اللي يرفد 250 مليلتر، نص كاس تاع زيت، رشه ملح، وكاس سكر ناعم. هنا ما تخافوا لا من الزيت لا والو، ما غادي يجي يمدلنا لا اغيغو لا والو، غادي يرد لنا داك الكاطو يقرمش، ما يجيش طري كاع طري اللي ما. وما غادي نخدموا غير بالصفار. الكاطو كل ما خدمتوه بالصفار كل ما يجيكم مطري. هنا نزيدوا 4 صفار بيض. كي نخلطوا نكملوا نزيدوا 4 صفار بيض. نجموا ديروا حبه كامله و3 صفار. هذاك البياض يدهنوا به كاش حاجه، ولا زيدوا عليه زوج حبات بيض ديروا به اومليت، ولا هذاك البياض ديروا به مورينغ كيما تبغوا. المهم ما غاديش يتقاس. ونزيد هنايا مغرف صغيره تاع لافاني، ونزيد مغرف صغيره لاغون تاع الليم. هذا ملون ومنكه، ديروا غير مغرف صغيره باش ما يمررلكمش الكاطو. هذا من دوك القرع اللي يتباعوا كبار ويعطوكم منهم بليدوز. هنا نخلطوا مليح مليح بالباتر باش هذاك البيض يدخل غايه في لاباط. قلت لكم في الوصفه اللي فاتت تاع الكاطو، البيض كل ما يدخلش في لاباط غايه غادي لاباط تجيكم تتكمش لكم من بعد في الطياب، تتكمش وما تجيش لا فورم تاعها مليحه، ما تجيش ليس. من بعد زدت هنايا كاس تاع المايزينا ونخلط ثاني بالباتر غير بشويه باش ما يطيرش عليكم. من بعد غادي نبدا نزيد في الفرينه مع لا ليفور. نديروا الفرينه ونزيدوا معاها واحده فرفاره، نغربلوهم ثاني. انا نبدا نزيد الفرينه غير بشويه. كميه تاع فرينه ما نجمش نقول لكم شحال، كل فرينه وكيفاش. نتوما ديروا غير بشويه، وكما قلت لكم تيستو باليد اللي تكون نقيه. ما ديروش لاباط كاع طريه طريه حتى لي تتبدل لا فورم تاعها في الكوشه، وما ديروهاش يابسه حتى تيبس لكم. نتوما قعدوا تخدموا باليد وتستوا باليد الاخرى. كي تشوفوها ماش تلصق في يديكم اما لا صاي، هذاك هو الحد تاعها. وتاني باش تيستو ديروا حبه، طبعوا حبه ودخلوها للكوشه الى ما هودت لكمش وما تبدلتش لا فورم تاعها، سما صاي ما خاصهاش فرينه. واذا تبدلت لكم زيدوا لها شويه فرينه. هنا كنت نتستي باليد، كي شفتها ما تلصقش حبست الفرينه. ومن بعد جبت هاد الساشي تاع الطوابل وحليت عليه هذيك لاباط تاعي، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه، خاطش ديجا راه فيها لا ليفور. هنا نعاود نقول لكم، اعتذر على التصوير، هاد لي فيديو الاولى سما هنا مانيش حاكمه كل شيء وما مراه بالطول. هنا جبت الطابع تاعي وبديت نطبع. انا درت هذا الطابع، نتوما ديروا الطابع اللي تبغوه، نجمو ديروا قلب، نجمو ديروه مدور كيما تبغوا. وكي طيب لكم الحبه زعما سيسوها غير بشويه، خاطش غادي يجيكم هذا طريبل بزاف. راه فيه الزيت وراه فيه غير الصفار تاع البيض. هنا نكمل نطبع كاع الصابلي تاعي، ونكون من جهه واحده اخرى مشعله الكوشه تحمى على نار متوسطه. كي نكمل ونديرهم كاع في البلا ندخلها طيب. هنا نرفد علاه قلت لكم الساشي يعاونكم، نرفد الساشي غير بشويه ونرفد الحبه بلا ما نقعد نزيد في الفرينه وتقعد تيبس لي لاباط، غير بالساشي ونرفد الحبه.
من بعد هذاك اللي يبقى لمدوه بلا ما تعجنوا باش ما تعاودش تبدل لكم لا فورم بعدا. لمدو بلا ما تعجنوا هذيك لاباط تاعكم وخلوها تريح شويه، عاودوا خدموا بها قد ما تكملوا الصابلي كاع تاعكم. هاد الكميه تقطع لكم كميه مليحه، ما تنجموا ديروها في العيد ولا تنجموا ديروها في اي مناسبه تكون عندكم. هنا كملت طبعت كاع الصابلي اللي عندي، دخلته يطيب، يدي تحميره غير شويه من تحت وطفوا عليه. من بعد فت نخدم هاد لي موتيف تاع الليم. غادي نبدا ندير هادوك الليمات الصفرين وهادوك الريشات غادي نديرهم بالخضر. هذا المو شويه غادي يغبنكم باسكو صغير، نتوما ديروا غير بشويه وتنجموا ديروا بهذوك الاقلام تاع الريشات وتاع الورود اللي نخدموهم بهم ولا لي فخوي، وقعدوا ديروا وعاونوا رواحكم ثاني بالمايزينا باش ما يقعدش يتلصق لكم. بصح كاع هكا خير من اللي تشروه واجد يبيعوا لكم 25 حبه ب 30 الف ولا. هنا ما تحقوش كاع بزاف لاباطا سكر، ودو غير شويه من البيضه بلا ما تشرو الصفراء وبلا ما تشرو الخضراء. تكون عندكم باطا سكر بيضه لونو نص شويه ماشي نص كاع، لونو شويه بالصفر ولونو شويه بالخضر، وانتم خدمتوا هاد لي موتيف كيما راكم تشوفوا. من بعد نفوت نخدم لا كريم او بيور اللي غادي نلصق بها. عندي 125 غرام تاع دهن مع كاس تاع سكر ناعم مع لافاني، ونخلطهم مليح مليح. ومن بعد نزيد لاغوم تاع الليم كي رانا باغي نديرو هاد الكاطو تاع الليم. كون ما تكونوش باغي ديروا الكاطو تاع الليم تنجموا تخلوها غير هكا، ديروا غير الدهان والسكر ناعم ولافاني. من بعد جيت نلصق في الحبات، ما تكثروش بزاف لا كريم وما تقلوش تاني بزاف. وهنا جبت الشيكولا تاعي غادي ندوبها. هاد الشيكولا شويه ثقيله، سما نتوما زيدوا لها الزيت. غادي نقطعها كاع كيما هكا، من بعد عاد نديرها في الميكرووند تذوب باش تسهل عليكم وتذوبوها بالخف. بصح عسوها عندكم تنحرق لكم، ديروها تذوب وقعدوا خطره خطره طفوا تحبسوا وتحركوا الشيكولا باش ما تنحرق لكمش. هنا قلت لكم هي شويه ثقيله، قعدوا تزيدوا لها في الزيت حتى تخفف معاكم. وهنا نبدا نقلاصي في الكاطو تاعي، نجيب فرشيطه ونقلاصي ونقعد نضرب مليح مليح باش تهود هذيك الشوكولا. من بعد كي نجي نحط الحبه نحطها ومن بعد نلزها شويه باش ما يقعدليش البقايا تاعه ولا قعد لي. من بعد نرابيه ولا نقلعه بالخدمي. غادي نكمل كاع الحبات تاعي. هنا كلشي توسخ، يدي توسخو كلشي توسخ بالشيكولا. بكري هذا الكاطو كنا نديروه بكلاصاج تاع الليم، وكاين بزاف ما ياكلوش بكلاصاج، وثاني كي خرجونا هاد الشيكولا بذوق الليم هناونا. ليها وحده راه كاع تهرست لي. نتوما دائما الكاطو ديروه بالزياده، ما تحصوش وحده تهرس لكم وحده ما تحصوش. المهم ما ديروش نيشان الكميه ديك اللي تكونوا باغي تخدموها، دائما ديروا بالزياده. من بعد هنا خليها تنشف ونجي ندير خطوط تاني بالشوكولا تاني تاع الليم، ونحط هادوك لي موتيف اللي كنت دايرتهم. هنايا جيت حطيتهم في العلب. هي المقطع نورمالمون اللي نقسم لكم فيه حبه يجي قبل هذا، بصح معليش. نحطهم كاع هكا في العلب الثاني. هذا جاني 25 حبه في الكيلو، 25 ولا 24. المهم انا دائما نزيد حبه ولا زوج على جال الميزان.
هنا نقسم لكم حبه تشوفوا كي جا من الداخل. نتلاقوا ان شاء الله غدوه في وصفه جديده ونكملوا مع لا كوموند تاعنا. بسلامه.